السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الرابعة في تقنيات العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي، وهنتكلم مع بعض عن أهم الأهداف في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي. وإيه الهدف من المحاضرة النهاردة، وإزاي هنحدد إدراكات البنية المعرفية المشوهة في 3 نقاط. أولا الصورة الذهنية المشوهة، الحوار الذاتي المشوه، وأخطاء التفكير عند الحالة أو الشخص. هيتم طبعا تعديلها أو تبديلها بطريقة تانية، وإزاي هيتم تعديلها أو تبديلها بأخرى أو إعادة صياغتها بطريقة أكثر منطقية من خلال 3 محاور هما الذات والآخرين والحياة والتعامل مع المشاعر والاستجابات الانفعالية. طبعا هنتكلم عن العالم الأمريكي إريك إريكسون. ده عالم نفسي، ده حط لنا نظرية النمو النفسي الاجتماعي، وطبعا النظرية دي من أشهر نظريات علم النفس. النظرية دي بتشرح إزاي الإنسان بينمو نفسيا واجتماعيا من خلال 8 مراحل. المراحل دي طبعا بتبدأ من أول يوم في الولادة لحد الشيخوخة، وفي مرحلة صراع لازم الشخص بيحله عشان بينمو بشكل صحي. نظرية إريكسون دي للنمو النفسي بتقول إيه؟ بتقول إن الثقة مقابل عدم الثقة منذ الولادة. من أول سنة يعني الطفل بيتعلم هل العالم ده آمن ولا لأ. بيبقى فيه حوار جوه الطفل، لو الأم أو اللي بيعتني بالطفل ده بيوفر له حب ورعاية طبعا بيكون فيه ثقة، الطفل بيكون واثق في اللي حواليه. لو فيه إهمال أو مفيش رعاية أو الرعاية سيئة أكيد طبعا بيولد جواه عدم الثقة. ودي كانت المرحلة الأولى. المرحلة التانية هنتكلم عن الاستقلال مقابل الشك. طبعا دي بتبدأ من عمر 1.5 ل3 سنوات في الطفل. الطفل هنا بيحاول يعتمد على نفسه. أول حاجة إنه بيمشي، بياكل، بيتحرك، زي أي مرحلة عمرية للطفل. بالنسبة لدعم الأهل، لازم الأهل بتدعم الطفل ده، بيكون عنده شعور بالاستقلال، عنده طبعا ثقة بنفسه، في نقد مستمر ومنع، دايما بنمنع البيبي إنه ما يلمس الشيء ده، بنبتدي نوعيه ده غلط وده صح. فهنا بيكون النقد المستمر والمنع، الخجل والشك في النفس. ودي كانت المرحلة التانية. بالنسبة للمرحلة التالتة المبادرة مقابل الشعور بالذنب، ان احنا بنبادر. والمرحلة دي بتكون من 3 سنين ل5 سنين او 6. الطفل هنا بيبدأ يجرب او بيبادر يلعب بالادوار، يسأل كتير، احنا لازم نشجعه، آه، بيكون عنده قدرة على اتخاذ القرار. التوبيخ المستمر دايما، حتى احنا دايما بنمنعه، ده غلط وده صح وما تعملش ده واعمل ده. الشعور بالذنب والخوف من اي محاولة. المرحلة الرابعة بتكون الاجتهاد مقابل الشعور بالنقد، دي بتكون من 6 سنين ل12 سنة. الطفل في المرحلة دي طبعا بيدخل المدرسة، بيتعلم مهارات، لازم بيكون في نجاح، في دعم من الأهل، في دعم من الأسرة، الإحساس بالكفاءة، اجتهاده إن هو حاسس إن هو متفوق، الفشل ومقارنة الطفل بالآخرين. يعني إحنا لما الطفل بيكون فاشل بنبتدي نقارنه بأعوانه، بقرايبه، بابن خالته، بابن عمه. هنا الطفل بيحس بالنقص. هنيجي للمرحلة الخامسة، الهوية مقابل تشتت الدور. يعني ايه الهوية مقابل تشتت الدور؟ المرحلة العمرية دي بتكون من 12 ل18 سنة. هنا الفترة دي طبعا كلنا عارفينها بتكون فترة المراهقة. المراهق هنا بيبحث عن نفسه، بيدور أنا مين، عايز ايه، عايز توجيه وعايز دعم، عايز حد قريب منه يكلمه. هنا بقى بيكون تكوين الشخصية وتكوين الهوية للشخص ده. في ضغط وفي قمع بيبقى من الأهل حواليه أو عليه. يا إما الهوية دي بتضيع منه، يا إما بنديله ثقة بالنفس وبيكون في الوقت ده شخصيته قوية. نيجي للمرحلة السادسة، دي بتكون الألفة مقابل العزلة، والمرحلة دي بتكون من سن 18 لحد 40 سنة. هنا الشخصية دي بتكون بتدور على علاقة عاطفية صحية ومقربة.
نجاح، ارتباط صحي، معنوي، في دعم. آآ الفشل والخوف من الالتزام دايمًا بيعمل عُزلة. بالنسبة للإنتاجية مقابل الجمود دي بتبدأ في المرحلة من 40 سنة لحد 60 أو 65. بيبدأ الإنسان هنا بيركّز على الإنجاز، بيركّز على تربية أولاده، بيركّز على شغله، بيركّز على المجتمع وخدمة المجتمع ونظرة المجتمع ليه. يعني هنا بيدوّر على النجاح، بيدوّر على الإحساس بالإنجاز والعطاء للآخرين. الفشل بالنسبة له بيعمل له زي جمود أو شعور بعدم الفايدة. بالنسبة للمرحلة اللي بعد كده والأخيرة، تكامل الأنا مقابل اليأس، يا إما أكون أنا، يا إما أنا خلاص مُت. والمرحلة دي غالبًا بتبدأ في سِن 60 أو 70 سنة ولفوق طبعًا، يعني الأعمار الكبيرة. بيكون الشخص هنا بَص لحياته اللي راحت كلّها، لو هو راضي بيها ده بيكون عنده سلام نفسي وسلام داخلي. لو هو حاسس بندم بيكون خايف ويكون عنده يأس وعنده خوف. يعني نقدر نقول خلاصة نظرية إريكسون إن كل مرحلة عمرية بيكون جواها صراع داخلي أو بيكون جواها تحدي. لو نجاح في كل مرحلة ده طبعا بيبني شخصية قوية جدا، شخصية بناءة، شخصية صحية، شخصية بتفكر لقدام، عندها تأمل، عندها أحلام. عكس الشخص الفاشل بيكون عنده ضعف، عدم ثقة في نفسه، بيبص للحياة بنظرة يائسة، مفيهاش أي أمل ولا أي عمق لأي شيء. النظرية هنا بتربط النفس بالمجتمع وتوضح إزاي بننمو طول العمر بشكل أفضل وبشكل إيجابي. وهنا هيجي دور المعتقدات المحورية اللي بتكون جوانا زي الأفكار العميقة جدا اللي بنكونها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا وبنكونها عن الحياة اللي احنا عايشين فيها. الموضوع ده بيبدأ معانا من وإحنا صغيرين وبنفضل نتحكم وهو بيتحكم فينا وفي مشاعرنا حتى في تصرفاتنا من غير ما ناخد بالنا. زي معتقداتنا عن نفسنا، يعني احنا بينا وبين نفسنا بنقول أنا مش أحسن حد، أنا مش كفاية، أنا ضعيفة، محدش بيحبني، لازم أرضي الناس عشان يحبوني، لازم أرضي الناس عشان يقبلوني. دي طبعا بتأثر على ثقتنا في نفسنا وبتتحكم فينا وفي كل قراراتنا اللي بناخدها. هنيجي في المعتقدات عن الآخرين أو عن الناس اللي حوالينا. زي إيه مثلا؟ الناس دي وحشة، الناس دي خطر، الناس دي بتجرح، محدش بيساعد حد. دي بتخلينا نبقى متحفزين جدا ومن ما نحبش الناس أو نقرب لهم بسهولة. معتقداتنا عن الحياة زي مثلا الدنيا دي صعبة قوي، الدنيا دي غريبة، مفيش نجاح بدون تعب مؤلم، الحياة مش عادلة، الحياة ظلمة. المعتقد ده يا جماعة بيخلي نظرتنا للتجارب وللمستقبل نظرة يائسة، طبعا مفيهاش أمل، مفيهاش أحلام، مفيهاش تفاؤل. طيب لو هنتكلم ليه المعتقدات المحورية بتكون مهمة؟ لأنها طبعا بتتحكم في اختياراتنا، بتتحكم في ردود فعلنا، بتتحكم في علاقاتنا، ثقتنا بنفسنا، حتى طريقة حبنا وتعاملنا مع الناس. المعتقد المحوري ده هو اللي بيكتب السيناريو لكل حياة شخص فينا. وكل المعتقدات دي لو هنيجي نغيرها أو نعيد صياغتها هنستبدلها. يعني هنلاحظ الفكرة اللي بتتكرر دايما في دماغنا ودايما بتسيطر على أفكارنا، وأسأل نفسي هل دي حقيقة ولا تجربة فاشلة قدامي أو تجربة قديمة. يعني بدل ما أنا أقول أنا مش كفاية أقول لأ، أنا لازم أطور من نفسي. بدل ما الناس دي خطر والناس وحشة أقول مش كل الناس زي بعض، أكيد في ناس كويسة. التغيير طبعا مش سهل، بياخد وقت، لكن اللي عايز يتغير هيتغير. وكل واحد فينا عايش بمعتقد محوري زي فكرة عميقة اتزرعت جواه من بدري من وهو صغير. الفكرة دي ممكن اللي بتقولك انت مين وايه اللي ينفعك وايه اللي ما ينفعكش. لو كانت الفكرة صح هتبنيني، ولو كانت غلط هتغلطني أو هتهدني. علشان كده أهم خطوة في الشفاء النفسي
إن احنا نعرف ايه المعتقد اللي بيقودنا لحياتنا ونوقفه لو هو خطأ، ولو هو غلط، لو هو صح نبنيه ونكبره ونبدأ نكتب قصتنا بإيدينا علشان نغير فكرة أو معتقد جوانا بيسيطر على تفكيرنا وبيسيطر على حياتنا وبيسيطر كمان على ردود فعلنا مع الناس. دي كانت حلقة النهاردة. إن شاء الله هنكمل مع بعض الحلقة الجاية في المعتقدات المحورية المعرفية للصحة النفسية، وإزاي هنعرف مع بعض نعيد صياغة الأفكار اللي بتسيطر على عقلنا وعلى فكرنا. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.